ازيكم؟ هو في مصر عندنا مجموعة من البنات اسمها لا انجابي. حضرتك استغربت من الاسم. طيب خليني اقول لكم على طول، الرسالة اتبعتت لي من الشخص دي بيقول ان انا متجوز بقالي سنة ونص، ولكن ربنا ما اكرمش عليا ان انا انجب، ومراتي انفصلت عني. رحت عند دكاترة كتير جدا وقلت لهم الحالة وهم شافوا الحالة، وفي نفس الوقت قالوا لي انت مش هينفع تخلف ولا طبيعي ولا بحقن مجهري. من بعد ما مراتي ما انفصلت عني فضلت اتكلم مع اصدقائي واتناقش معاهم في الموضوع. في منهم اللي قال لي ان انا اتجوز اللي زيي، وفي منهم اللي قال لي خد واحدة ارملة ومعاها ولد او بنت ولا حاجة وتكمل حياتك عادي. ولكن انا طبعا مش هروح اخبط على بيت كل واحد واقول له انت بنتك بتخلف ولا ما بتخلفش. وفي نفس الوقت انا فكرة ان انا اخد واحدة عندها عيال، وفي نفس الوقت امي مش مقتنعة بالموضوع ده ان انا ما اربي عيال غيري يعني. لحد ما وصلت لواحد صاحبي عايش بره، قال لي طب ما انت ايه رأيك ان احنا عندنا بره في مجموعة من البنات اسمهم لا انجابي. فطبعا انا اول ما سمعت منه الموضوع دوت عجبتني جدا، بس انا قلت اسأل حضرتك وممكن الناس اللي عندك يقولوا لي هو في مصر حاجة زي دي وموجود فعلا مجموعة من البنات بتقول لا انجابي. طيب خلينا افكر حضرتك، لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اما بالنسبه لراي حضرتك اكيد لازم تكتبولي في الكومنتات، ولو حد عنده مثلا اي معلومه على حاجه زي دي يا ريت يقول لي برضو في الكومنتات عشان ارد عليه. اما بالنسبه لرايي، ما اعتقدش ان في مجتمعنا الشرقي هيكون في حد موافق على الفكره دي نفسها، لان اي بنت بتبقى يعني نفسها في حاجتين، ان هي تلبس فستان الفرح وفي نفس الوقت ان يكون عندها بيبي. يعني اي واحده كده، الا بقى يعني ده قضاء ربنا لو واحده مثلا مش هتخلف او حاجه. ولكن انا يعني اول مره اسمع الموضوع دوت، وما اعتقدش ان في عندنا، ممكن يكون موجود بره ولكن انا ما اعرفش عنه حاجه بالظبط، او ممكن يكون في مصر او اقليه. يعني انا اول مره اسمع الموضوع ده، فلو حد عنده مثلا حاجه زي دي او عنده معلومه عن حاجه زي دي يا ريت يقول لي عليها في الكومنتات، ومستني ارائكم.